نروح لنادي الزمالك اللي بكل تأكيد بيعيش حالة من التألق، حالة من الاستقرار، حالة من السعادة كده. دايما الفريق اللي بيكون كسبان وتحديدا بعد لقاءات القمه والديربي الكبير بيكون في حاله من الاستقرار. ده حصل مع الزمالك بعد الفوز على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف في المباراه اللي جمعت بين الفرقتين في الجوله العاشره من بطوله دوري نايل، وعشان كده مسؤولي نادي الزمالك قرروا صرف مكافآت الفوز على النادي الاهلي للاعبين خلال الساعات المقبله علشان يكون في نوع من التحفيز لمواصله الانتصارات قبل مواجهه فريق دريمز الغاني يوم الاحد المقبل في دور قبل نهائي لبطوله الكونفدراليه. يمكن خلال الساعات اللي فاتت عقد كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسه مع لاعبي الفريق والجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعيه من التدريب، واتكلم معاهم بقى عن استعدادهم للفريق اللي جاي. اتكلم معاهم على فكره مواصله الانتصارات سواء افريقيا او محليا لاسعاد جماهير نادي الزمالك وتعويضهم عن فترات عدم الاستقرار الفني اللي كان بيعيش عليها الفريق قبل تولي البرتغالي جوزيه جوميز مهمه تدريب نادي الزمالك. كمان